ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو بتاعنا النهارده زي ما شفتوا في العنوان تجهيزات مفاجاه 6/1. طبعا التجهيزات يا جماعه تجهيزات جميله جدا، تمام. بس قبل ما نبدا التجهيزات وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب القناه وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين فيديوهات ايه تاني، وتابعوني على رابط التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك وانستجرام. هسيب لكم اللينكات كلها تحت في الديسكربشن بوكس وفعلت عليه مثبت. ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا هي ايه تجهيزات المفاجأة؟ تجهيزات المفاجأة هي انا بقيت نجم مسرح والعرض بتاعي يوم 6/1، تمام. هو العرض بتاعي يوم 5/1 بس انا هنزل الفيديو يوم 6/1 وعشان كده هي مفاجأة 6/1، تمام. كده اعلنا عن جزء من المفاجأة 6/1، لسه في برضك مفاجأتين كمان يوم 6/1، تمام. طبعا المفاجأتين بقى اللي تمام هتبدأ من يوم 31/12 لحد 27/1، لا يا رب لحد 28/1، تمام. لحد 28/1 ركزوا، تمام. يعني من يوم 31/12 لحد 28/1، تمام. طبعا دي كانت المفاجأة بتاعتنا. طبعا يلا بينا بقى نخش على أول التجهيزات. بقالي ساعة ماشي، كل شوية يقولوا لي قدام على نفس الصف، قدام على نفس الصف، مش عارف ايه، وقدام دوت مش بيجي، مش عارف هو ليه مش عاوز يجي المكان، مش عارف. المفاجأة صعبة وبيتحضر لها، أنا لسه والله. احنا عايزين في مكان تخلي لي على فكرة مكان تتفضل تمام. مش عارف الصوت واضح لكم. خلينا هذا لكم حاجة ضرب النار عشان ما كانش حوالينا، والرقم يطلع لكم حاجة عظمة من المكان الهندسي. انتظروا مفاجأة ضرورية دي بسم الله. اشتركوا في القناة. وطبعا زي ما شفتوا في الحبة اللي فاتوا دولت احنا ما حضرناش ندوة، احنا حضرنا شوية ترصيف كلام كده ومعرفناش انها نصوروها، تمام. فيلا بينا بقى نروح ونخش على تفاصيل الندوة. تاني يوم رايحين لتجهيزات المفاجأة، تمام. رايحين تجهيزات المفاجأة، واو بقى على تجهيزات المفاجأة. ولما ينزل لكم فيديو المفاجأة يا سلام، ليه؟ انتظروا بقى تجهيزات المفاجأة. وماشي في الشارع بكل برود بجد، انا ماشي في الشارع بكل برود ومتأخر والله العظيم. نفسي جابر ومتأخر نص ساعة ومش لاقي مواصلة توصلنا، تمام. فنطلب ان درايفر بلس. بجد اشكروني على تأخيري وبركتي، تمام. اشكروني على تأخيري وبركتي بجد. جماعة بجد كلموني وبهدلوا بجد، انا اتهزقت في التليفون كل ده عشان التأخير، تمام. مش عارف شايفيني ولا مش شايفيني، بس بجد انا بمد قصري جدا عشان متأخر بجد، تمام. انتظروني بقى لما اطلع فوق. طبعا وصلنا ومستعجلين، تمام. ادعوا لنا ربنا يوفقنا ونعرفوا نصور لكم حاجة فوق، تمام. يعني لو عرفنا نصور حاجة فوق الاندماج والاقتباس، عشان دي مفاهيمها اتغير من زمان دلوقتي. بيقول لك ايه؟ تقمص الطول 100%، تتقمص 75%، ونندمج 75%. لان لو ده حصل ان احنا تقمصنا كل حاجه، لكن طريقه الكلام هتختلف لان البيئه تطغي على الشخص، الا اذا كان بيمثل او بيتصنع. ساعتها احنا بنكشفه بنقول ده محدث نعم. ايه؟ بيبان غصب عنه، طبعا بيغلب التطبع، بيبان كشف. العامل اللي بيعمل نفسه ابن ناس وهو
جبناها معصبه؟ بنقول عليه احنا بنقول ده محدث نعمه. يعني انا بابا نعمه كان بيقول لي جت. عصبي اللي قدامك عشان تعرفي معدنه. ايه؟ والدي كان بيقول لي عصبي اللي قدامك عشان تعرفي معدنه. لا مش شرط. مش شرط. مش شرط. انت ممكن تعصبيني من هنا للصبح وما تعصبش. ممكن تعصبي اللي قدامك عشان تعرفي احساسه من ناحيتك ايه. سلام. لانه بيطلع الحقيقه وقت الضرب. لكن الموضوع لو طلع مره واحد مرفوز وانت نرفزتيه فبيزهق ويطلع حاجه ثانيه. هو ناس. طيب احنا فهمنا الحته دي. ابعاد الشخصيه معناها ايه؟ وهنعمل عليها تدريبات. هنجيبه دكتور، نخلي حد يعمل دكتور ومريض داخله، هنشوف هيتعامل ازاي مع المريض ده لو هو ابن بيت. وهنشوفه برضه بيتعامل ازاي لو هو شغال. هيخش هنا بقى البادي لانجوج اللي احنا بنقول عليه حركه الجسم اهو. على بص شايفين القصده دي؟ مع لوحه الرقبه مع الرجل بص اهو اهو. يا هلا يا ابن اللذينه. ها؟ وطبعا زي ما شفتوا الندوة كده وزي ما شفتوا ترتيب الكلام، خمنوا هي ايه المفاجأة بتاعت 6-1. وطبعا هنقول لكم عليه بعد ما المفاجأة تتعلن، هنقول لكم ازاي ابتدت الحكاية انها تتقسم تدريجيا، تمام، وازاي انا بقيت في المكان دوت، تمام. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب قناه وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واكتبوا لي تحت في الكومنت عايزين فيديوهات ايه تاني، وتابعوني على رابط التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك وانستجرام. هسيب لكم اللينكات كلها تحت في الديسكربشن بوكس. وقلت تاني مثبت سلام.